صباح السعادة والصحة عليكم جميعا يا رب إن شاء الله. وصلنا خلاص لمرحلة إيه بقى؟ مرحلة إن أنت قررت إن أنت هتعمل العملية. بنعمل إيه؟ يا بنعمل تحويل مسار يا إما تكميم معدة. تعالوا ناخدها واحدة واحدة كده. عملية التكميم الأول هي من اسمها كده إن إحنا بنكمم أو بندبس المعدة، بنلغي حوالي 80% من مساحة المعدة، بيبقى 20% اللي هو بيكون خمس المعدة بس. طب إحنا كده عملنا إيه؟ إحنا كده اتحكمنا في كمية الأكل اللي أنت بتاكلها. إزاي؟ المكان اللي كان بينزل فيه الأكل قل للخمس، بالتالي الكمية اللي أنت بقيت بتاكلها بقت أقل. بس في مشكلة بقى هنا بتحصل. إيه هي؟ بيكون عندي سد شهية. ليه؟ لأن الهرمون اللي هو هرمون الجيرلين اللي هو المسؤول عن الإحساس بالجوع ده بيطلع من المعدة. فبما إننا لغينا 80% من المعدة، معنى كده إن إنتاج الهرمون ده بيقل قوي في الجسم، بالتالي إحساسك بالجوع بيكون قل. وده على المدى الطويل اللي بيحصل مع الناس اللي بتعمل عمليات التكميم، إن هو إحساسه بالجوع بيكون قليل، ولما بياكل بيبقى عنده سد شهية مبكر، لأن هو بياكل بكميات صغيرة عشان حجم المعدة قل. طيب النوع التاني اللي هو إيه؟ هو عملية تحويل المسار. هو برضو حرفيا من الاسم، أنا باخد الأكل من بداية المعدة وعمل له تحويل مسار للجزء الثاني من الأمعاء. جميل؟ عملت تحويل للأكل للجزء الثاني على طول من الأمعاء، وبما إن أصلا معظم الهضم بيتم في الأمعاء فأنا ما عنديش مشكلة خالص، وهيبقى في هضم موجود تمام. لكن إيه أكتر حاجة هيقل هضمها في الجسم؟ هو الكارب اللي هو النشويات. معنى كده إيه؟ معنى كده ان انت لو بتحب الحلويات، بتحب تاكل الحاجات اللي هي بقى المعجنات وحاجات الفطاير والحاجات دي كلها، بتحب تاكلها اكتر، مش بتقدر تتحكم فيها، يبقى انت بالنسبه لك الاحسن ان انت تعمل عمليه تحويل مسار. لكن لو انت مشكلتك في كميه الاكل اللي انت بتاكلها، مش بتقدر تاكل بكميات قليله، مش بتتحكم في كميه الاكل اللي انت بتاكلها، يبقى انت يفضل ان انت تعمل تكميم عشان بنقلل خالص حجم المعده. في النهايه اللي بيحدد هي العملية اللي هتتم ايه، تحويل مسار او تكميم معدة، بيتم بين الدكتور والمريض. طيب هل انا بقى قررت ان انا هعمل مثلا تحويل مسار او تكميم معدة، فخلاص انا رحت للدكتور اكشف، احنا خلاص هنعمل كذا وحددنا نوع العملية، تعالى بقى بكرة الصبح ان شاء الله بدري عشان نعمل عملية؟ لا طبعا مفيش الكلام ده. لازم تفهم ان في تحضيرات وفي تجهيزات، ان انت بتحضر نفسك للعملية. ده اللي هنعرفه مع بعض ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. اتمنى تكونوا استفدتوا. يا ريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان تستفيد بالمعلومات اللي انا بنزلها لك على قناتنا يلا فت. اشوفكم على خير.